تجيب زيزو، تجيب بن شرقي، تجيب تريزيجيه، تجيب حتى رونالدو وميسي في البيك بتاعهم، برضه طاهر محمد طاهر هو اللي هيلعب اساسي. ماذا بينك وبين الله يا طاهر عشان تفضل تلعب في الاهلي كل السنين دي وكل المواسم دي وتاخد كل الفرص دي وما بتعملش اي حاجه؟ زيك زي اي لاعب في فريق اقل بكتير من النادي الاهلي، ما بتقدمش اي اضافه، مفيش اي بصمه او اي لمحه ليك في طول المباراه تقريبا. انا مش فاهم هم المدربين في النادي الاهلي بيبقوا شايفين ايه في طاهر محمد طاهر احنا مش شايفينه؟ يعني هل احنا مثلا كلنا كده ما بنفهمش كوره وانتوا اللي بتفهموا كوره بس؟ هل طاهر محمد طاهر مثلا بيلعب بس عشان هو بس بيأدي الاداء الدفاعي بشكل كويس والواجبات الدفاعيه عنده بيلعبها او بيأديها بشكل كويس وبس عشان كده بس؟ مش عارف. لكن خلينا النهارده يعني نتكلم في ايجابيات المباراه. ويمكن بالنسبه لي اكتر ايجابيه في المباراه طبعا ان انت قدرت ان انت تكسب، قدرت ان انت تكسب 2-0 وتطلع بالثلاث نقط، وده الاهم في المباراه. لكن هل بقى الاداء كان كويس ولا لا؟ فتعالى بس اقول لك ان فريق الاسماعيلي فريق من اضعف الفرق في الدوري، مع احترامي طبعا للاسماعيلي وجمهوره، فريق يعني ليه تاريخ كبير وكل حاجه، ولكن يعني بالورقه والقلم كده الاسماعيلي فريق ضعيف جدا. فالطبيعي ان انت تكسب، والطبيعي ان انت تلعب اداء كويس. فلو انت مش هتلعب قدام الاسماعيلي باداء كويس وتكسب، طب هتعمل كده قدام مين؟ فالمباراه النهارده ممكن تكون خادعه بشكل كبير. فمش معنى ان انت كسبت ان انت كده خلاص بقى رجعت لسكه الانتصارات والاداء بقى كويس وكل الكلام ده، لا. المباراه ممكن تبقى خادعه بشكل كبير جدا، فمش عايزين ننخدع في المباراه والمكسب. ونشوف بقى هل الفريق بعد كده هيقدر بقى في الماتشات اللي جايه برضه يكسب ويلعب باداء افضل من كده، ولا هو كان مكسب وخلاص قدام فريق ضعيف وهنرجع تاني بقى للتعادلات والخساره ونقدم اداء سيء. وكمان من ايجابيات المباراه النهارده بشوفها محمد علي بن رمضان قدر ان هو يسجل هدف. وان كان برضو انا شايف ان هو عنده افضل من كده بصراحه، محمد علي بن رمضان عنده امكانيات اكبر من كده بكتير جدا، ولكن بيقدر ان هو يرجع في الاداء افضل من الفتره اللي فاتت بشكل كبير، وبيقدر ان هو يسجل وواحده واحده ممكن ايه يرجع تاني محمد علي بن رمضان اللي احنا عارفينه. في نقطه برضو عايز اتكلم فيها وهي نقطه المهاجم كاموش. في ناس ممكن تقول لك بقى ايه ان كاموش لسه محتاج وقت وان هو ما لعبش كتير ويا دوب مش عارف ماتشين ثلاثه وبتاع وكل الكلام ده. انا عايز بس اقول لك حاجه، كاموش جاي اعاره اصلا، كاموش جاي اعاره 6 شهور بس. يعني اصلا اللاعب ده المفروض اصلا وهو جاي كده من المطار في الطياره المفروض اساسا يسجل له هدفين ثلاثه، يبقى جاي كده وانا عارف ان هو مسجل هدفين ثلاثه ازاي ما اعرفش، لان هو لاعب اصلا مش هيقعد معاك غير 6 شهور. فهو ما فيش وقت اصلا ان انت تستنى عليه فتره طويله وتقول لي لا استنى ماتش في الثاني في الثالث. هو اساسا كلهم 6 شهور وبعد كده خلاص مش هيبقى موجود. وبعد كده بقى هتشوف هل بقى هتشتريه بشكل نهائي ولا لا بناء بقى على ادائه. فالحقيقه هو ما ظهرش بصراحه وما قدمش الاضافه، وانا كنت زعلان بصراحه بشكل كبير ان واحد زي مروان عثمان بيقعد دكه. ليه يقعد دكه في الماتش ده؟ يعني انا شايف مروان عثمان في الماتشات اللي فاتت بصراحه بيحاول، بيحاول وبيجتهد وبيعمل مجهود وبيجري وبيعمل كل حاجه، ويعني بيقاتل في الملعب عشان يثبت نفسه ويثبت ان هو لاعب كويس. فدي نقطه تحتسب له، يعني ان هو على الاقل واحد بيحاول. لكن مقدم بصراحه شكل هجومي كويس في الماتشات اللي فاتت، فانت ليه ما لعبتوش الماتش ده؟ مع ان انت ممكن كنت تلعب بيه برضه في الماتش ده. يعني انت لو جيت بصيت في التشكيل ما عنديش مشكله في الاربعه اللي ورا، رجوع محمد شكري، وهنتكلم في النقطه دي دلوقتي. رجوع محمد شكري للباك الشمال، الاربعه اللي ورا ما عنديش مشكله فيهم، الاثنين اللي في نص الملعب برضه ديانج ومحمد علي بن رمضان تمام. تيجي بقى تبص على الثلاثه اللي هم اللي قدام الوينجات اللي هم تحت كاموش، هتلاقي بيلعب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات واشرف بن شرقي وقدامهم كاموش. طيب انت لو كنت عملت تغييره بسيطه واحده بس، تغييره واحده، لو كنت طلعت طاهر وخليت حسين الشحات باك يبقى على وينج يمين واشرف بن شرقي وينج شمال، وخليت مروان عثمان ينزل تحت كاموش وهو اصلا بيجيد في المكان ده وهو اساسا مش مهاجم صريح، وخطورته كلها بتبقى موجوده في المكان ده اللي هو ما بين التسعه والعشره اللي هو بيسموها تسعه ونص. فليه ما تلعبش بيه في مكان زي ده؟ اعتقد ان هو كان هيفرق بشكل كبير وكان الاداء ممكن يبقى افضل من كده كمان. لكن هي وجهة نظر يستروب. انا بشوف ان هو مدرب جماد بشكل كبير جدا، مدرب جبان يا جماعه بشكل انا ما شفتش كده بصراحه. انت كسبان 2-0 قدام فريق هو واقع اصلا،
فريق تقدر عادي جدًا تكسب 3 و4 وفريق ما عملش أي خطورة عليك، ما عملش مثلًا فرص خطيرة أو حاجة، فأنت كنت ممكن تزوّد أصلًا النتيجة، لقيت إن هو بيعمل إيه، بيطلّع حسين الشحات وبينزّل مين، بينزّل مروان عطية. طب ليه؟ عشان تأمِّن يعني في نُص ملعبك وتمسك نُص الملعب؟ ما هو طب ما أنت أصلًا كنت بتلعب ب2 من بداية المباراة، فإيه اللي يخلّيك تنزّل كمان مروان مع ديانج وأنت أساسًا يعني أنت كسبان 2-0 يعني هتأمِّن إيه؟ وبعدين طلّع برضه أشرف بن شرقي ونزّل كوكا، برضه تغيير دفاعي، عايز تأمِّن دفاعك بشكل كويس وتأمِّن نُص الملعب وما يدخلش فيك هدف، فأنا باشوف إن هو مدرب جبان جدًا، والنقطة التانية كمان السلبية فيه، يعني أنا مش مقتنع بيه أولًا، يعني أنا مش مقتنع بأسلوبه لحد دلوقتي بصراحة، ليه؟ لإن هو أنا حاسس إن هو يعني بيسمع كتير للسوشيال ميديا وللجمهور هو عايز إيه وبيقول إيه. وده هتلاقيه مثلًا في حتّة محمد شكري زي ما قُلت لك إن هو يلعب مكان أحمد نبيل كوكا، وإن كان ده صح وكُلّنا كُنّا عايزين كده ومش عايزين إن أحمد نبيل كوكا يلعب في المكان ده، لإننا شايفين إن هو لاعب مش كويس في المكان ده، ولكن أنت بتعمل كده بعد ما كنت مقتنع جدًا بأحمد نبيل كوكا وكنت طالع بيه السما وكنت بتقول إن هو لاعب بيجيد الأداء الدفاعي ومش عارف إيه، وإن هو بينفّذ خطتك بشكل كويس وكل الكلام ده. فالنهارده نلقى إن محمد شكري بيرجع تاني يلعب باك شمال، بناءً على إيه طيب رجّعت محمد شكري يلعب باك شمال وإن كان ده الصح، لكن أنا حاسس إن أنت بتسمع للجمهور وبتسمع للسوشيال ميديا بشكل كبير، ودي نقطة مش لازمًا تبقى موجودة يعني مش لازمًا تبقى موجودة بشكل كبير في مدرب النادي الأهلي، وحتّة كمان بالعمري، يعني بالعمري أنا شُفت إن هو لعيب حريف، يعني في الكام دقيقة اللي نزلهم حاسس إن هو عنده كورة كويسة، عنده لمسة كويسة. ولكن برضه في نفس الوقت أنا باعذره بصراحة، يعني أنا لو لاعب المدير الفني بتاعي مش واثق أصلًا فيّا، ما كانش عايز يشتريني أصلًا وشايف إن أنا جاي غصب، فأنا أكيد لو أنا نزلت لعبت في المباراة يعني الثقة عندي مش هتبقى أفضل حاجة، أي لمسة، أي غلطة هيقول لك بُصّوا يا جماعة شوفوا اللاعب اللي أنتم عايزينه أهو يلعب أدي أنتم شايفين أداؤه، فيعني أنا باعذره بصراحة الله يكون في عونه، لإن هو في اختبار صعب جدًا ويستر واتحط عليه حِمل أكبر من الحِمل أصلًا اللي هو جاي بيه. ولكن أنا باشوف إن هو كويس بصراحة، أنا باشوف إن بالعمري لمسته كويسة، ويعني باك شمال حاسس إنه ييجوا منه إن شاء الله، وهيبقى صفقة وإضافة قوية بإذن الله. في نقطة تانية برضه بُص، أنا ممكن يعني أعدّي أي حاجة، ممكن أعدّي حتّة كامُش، ممكن أعدّي التشكيل، ممكن أعدّي إن أنت مدرب جبان، كل الكلام ده. أنا بس في حاجة بتضايقني وبتعصّبني، أنت ليه بتخلّي بن شرقي يلعب في اليمين وطاهر بيلعب في الشمال؟ يعني ليه بتعمل الswitch ده؟ كلنا عارفين إن عدلتها إن بن شرقي يلعب في الشمال وطاهر يلعب في اليمين، ليه بقى بتعكس؟ أنا مثلًا كمدافع دلوقتي جاي ألعب وحاطط في دماغي إن أنا هالعب على بن شرقي، لمّا ألاقي مثلًا إن أنا بالعب على طاهر محمد طاهر هاتفاجئ مثلًا وهاتخض وهاقول إيه ده، لأ أنا ما كنتش عامل حسابي على كده. لان هي ما فيهاش اي تكتيك ولا فيها اي حاجه فانت ليه بتعمل الحته دي دايما تعمل السويتشات ما لهاش اي 30 لازمه وانت شفت النهارده اشرف بن شرقي اكتر من كوره بيروح وبيرقص وبيعمل خطوره من ناحيه الشمال فخليه في الحته بتاعته دي بلاش السويتش اللي انت بتعمله لانه ملهوش لازمه طيب زي ما قلنا برضو نقطه محمد شكري وكوكا وبالعمري آه كويس إن هو خلاص بدأ يقتنع إن أحمد نبيل كوكا ما ينفعش يلعب كباك شمال حتى لو هو بيجيد المهام الدفاعية، لكن بيبقى عنده مشاكل وبيبقى عنده مساحات في ضهره بشكل كبير جدًا، أي مدير فني بيلعب قدام النادي الأهلي بيقدر يستغل النقطة دي، وبيقدر إن هو يعمل منها خطورة، فدي كانت نقطة مهمة. النقطة التانية وهي نقطة محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أنا مش مقتنع وهافضل مش مقتنع إن ينفع في مركز حراسة المرمى يبقى في تدوير. ما ينفعش بأي شكل من الأشكال مركز حراس المرمى يحصل فيه تدوير أنت بتجامل مين وعلى حساب مين إزاي تلعب واحد في ماتشات أفريقيا وتلعب واحد في ماتشات الدوري أنا ما شفتش أي مدير فني قبل كده مقتنع بحتة التدوير في حراسة المرمى وخصوصا المدير الفني الأجنبي أنا ما شفتش مدير فني أجنبي بيعمل الحتة دي لأن يعني معروف إن أنت حتى في أوروبا في كل الفرق أنت في عندك حارس أول وحارس تاني لو جيت على سبيل المثال مثلا فريق زي ارسنال انت عارف ان انت عندك مثلا رايا بيلعب في كل ماتشات الدوري بيلعب في كل ماتشات دوري ابطال اوروبا لكن لما بيجي مثلا ماتشات الكاس بيلعب بكيبا مثلا اللي هو الحارس الثاني والحارس البديل لكن فكره ان انت تلعب بده ماتش وتلعب بده ماتش اللي بعده انا مش مقتنع بيها
وما شُفتهاش وجديدة عليّا، وحاسس إن مش عشان الدنيا ماشية وما فيش أخطاء حصلت من حراسة المرمى فخلاص يالّا نمشّي الدنيا. النهارده محمد الشناوي في برضه كورة اتشاطت عليه تحس إن هو الكورة مكهربا، مش عارف يمسك الكورة، مسك الكورة على مرّتين. فبرضه أنت بتبقى قاعد بتتفرّج وقلقان من محمد الشناوي إنه ممكن يعمل أي غلطة. فأنا ما أعرفش لحساب مين إن أنت تلعب ماتش محمد الشناوي والماتش التاني مصطفى شوبير. وأنا أعتقد والله أعلم وجايز أكون غلط، إن ده مش قرار يُستر. ما أعتقدش إن في مدير فني أجنبي بالتحديد كمان إن هو يعني هياخد قرار زي ده، إن يلعب بحارس ماتش وبعد كده الماتش التاني يلعب بحارس تاني. وما أعتقدش إن ده قراره، ما أعتقدش إن ده قراره نهائي يعني. وزي ما قُلت لك إن هو مدرب أنا بالنسبة لي مش مقنع خالص كمدير فني للنادي الأهلي لحد دلوقتي. مش شايف إن هو قدّم أي إضافة بصراحة. الأداء فيه تذبذب بشكل كبير. المباراة دي زي ما قُلت لك يعني مباراة ممكن المكسب يبقى خادع، مش عايزين ننخدع. فريق الإسماعيلي فريق ضعيف جدًا، فريق زي ما قُلت لك أصلًا كان هيهبط الموسم اللي فات وهو اللي خلّى الدوري 21 فريق، ولو فضلنا كده هيفضل بقى مخلّي تقريبًا الدوري 100 فريق. ف بس ما ننخدعش أهم حاجة إن فريق الإسماعيلي فريق أصلًا ضعيف، والطبيعي إن أنت تلعب عليه كورة أصلًا، والمفروض إن الأداء كان يبقى أفضل من كده، لإن أنا شايف إن الأداء ما كانش كويس، وما كانش أفضل حاجة. وشايف إن يعني الأداء كان ممكن يتحسن كمان في الشوط التاني، لإن الشوط التاني الأداء نزل بشكل كبير جدًا. يعني نيجي بقى لنقطة مهمة وهي تقييم اللعيبة من وجهة نظري. في حراسة المرمى هتلاقي محمد الشناوي، أنا باشوف إن محمد الشناوي ما راحش عليه فرص كتيرة. ما كانش في اختبارات كتيرة أو حاجة. فممكن تقول 6/10 و6/10 كمان كتير عليه، لأن في كورة زي ما قُلت لك جات في الآخر كده أصلًا صدّها على مرتين، أنا كنت قلقان وحسيت إن الكورة دي هتدخل جون. عندك في مركز الباك اليمين محمد هاني برضه. هاني أنا حاسس إن هو بقى له ماتشين الأداء بتاعه متراجع بشكل كبير. مش هو هاني اللي كان من أكتر من جولة كان بيلعب بأداء كويس، ماشي بشكل ممتاز وكان من أحسن مواسمه. وبرضه تقول 6/10. بعد كده ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، بصراحة الاتنين أنا مش شايف إن هم عملوا أخطاء كارثية النهارده. وفي نفس الوقت برضه ما عملوش الماتش المثالي مثلًا أو إن هم كانوا في الtop بتاعهم. ف ياسين مرعي 7/10 وياسر إبراهيم 6/10. في ناحية الشمال طبعًا ياسين مرعي عشان جاب جون كمان، فطبعًا ده اللي هيعلّي التقييم بتاعه 7/10. ناحية الشمال محمد شكري، برضه أنا باشوف إن محمد شكري هو أكيد مش أفضل حاجة، لكن على الأقل هو ده مركزه. مركزه إن هو بيلعب باك شمال، فعلى الأقل ده مركزه، فهيبقى أفضل من أحمد حسن كوكا. لكن النهارده برضه لسه ما أقنعنيش أوي، ف6/10 لسه شايف إن هو عنده أحسن من كده، كان بيلعب في سيراميكا وبأداء أفضل من كده بكتير. بعد كده ديانج 6/10. محمد علي بن رمضان 8/10، وواحد من نجوم المباراة من وجهة نظري. طاهر محمد طاهر 5/10، وكده أنا كارمه. أشرف بن شرقي 7/10. يعني كان عامل خطورة بشكل كبير وقدر إن هو يروح في أكتر من كورة ويرقص ويعمل خطورة. بعد كده في حسين الشحات 6/10. كاموش يعني أقل واحد في المباراة النهاردة 3/10. وباقي بقى اللعيبة الاحتياطي أنا مش هاقيّمهم، أنا هاقيّم بس اللعيبة الأساسية، لإن يعني زي ما قُلت لك ال المباراة النهارده في الشوط التاني خصوصًا يعني كانت يعني مش أفضل حاجة. الأداء نزل بشكل كبير، مش الأداء اللي كان منتظر من النادي الأهلي. لسه في مشاكل في النادي الأهلي، مش عايزين إن المكسب ده يخدعنا ونحس كده إن خلاص الأهلي رجع تاني لسكة الانتصارات، وإن النادي الأهلي بقى كويس وكل الكلام ده. فصدقني المباراة النهارده ممكن تكون خدعة بشكل كبير. فريق الإسماعيلي فريق ضعيف جدًا، جدًا، جدًا. فهننتظر بقى وهنستنى الماتشات اللي جاية وهنشوف هنعمل إيه مع الجيش الملكي. هل الأداء هيتحسن وهيبقى أفضل من كده؟ الجيش الملكي المباراة هيبقى على أرضك هنا في مصر، فالمفترض إن أنت تكسب وإن أنت تلعب بأداء كويس. فهنشوف إيه اللي هيحصل، وهنشوف النتيجة بتاعة المباراة إن شاء الله، يعني نقدر إن إحنا نكسب ونطلع ونصعد أول بإذن الله تعالى. فإن شاء الله هنستنى نتيجة المباراة ونشوف الدنيا كانت ماشية إزاي. وبرضه إن شاء الله استنوني في حلقة إن شاء الله في ماتش الجيش الملكي والنادي الأهلي. هنعمل حلقة إن شاء الله عن المباراة ورد فعل برضه عن المباراة وتحليل كده سريع عن المباراة. شكرا جدا.